نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. تبدأ حكايتنا ببنت اسمها روبي، وبيكون يوم عيد ميلادها ال25، كمان يوم تخرجها من الجامعة بشهادة الدكتوراه. أيوة بقى متفوقة وكده. وتقول روبي لما بلغت سن ال25 أدركت إن بصفتها بنت لا يهم مدى تفوقها أو مدى روعة علامتها، وده كله لأنها بنت، لأن طول ما مفيش راجل في حياة البنت تعتبر فاشلة في عين الناس كلها. معلش يعني يا روبي الكلام ده غلط جدا على فكرة. وتقول إن هي في عمرها ال25 هتدعي إنها تعيش حياتها في سلام، وكمان اتمنت علاقة لا تحتاج فيها إلى الحب، وإنها بس تتمكن من الزواج على طول. بنشوف روبي وهي قايمة من النوم وبتكون مصدومة، وتقول ايه المكان اللي انا فيه ده؟ هو انا بحلم ولا ايه؟ وليه لابسة اللبس ده؟ ومين دول الخدم بتوعتك يا هبلة؟ وواحدة من الخدم دول بتقول الأميرة صحيت أخيرا لازم نجهزها. فهي تقول أميرة؟ تقول أكيد ده حلم ولا ايه؟ بعد شوية بتدرك إن دي الحقيقة وهي بقت أميرة بجد. وبتيجي الخادمة وتقول لها ده مش حلم يا أميرة، وانتي سوف تتزوجي اليوم، وده حلم أي بنت ما بيحصلش إلا مرة واحدة. فهي تتصدم أكتر. هقول لكم ليه دي الصدمة الكبيرة بالنسبة لها، لأنها الصدمة الأولى إن هي عرفت إن هي بقت أميرة، والصدمة التانية إنها تتجوز زي ما هي ما تمنت يعني. بتقول من هي وصغيرة حتى كبرت بغض النظر عن كل اللي هي فعلته ممتاز في الدراسة أو الرياضة، وكانت معتقدة إنها بكده عايشة حياة مثالية. هي مثالية يا بنتي بجد، ما أجمل أن تكون الفتاة ناجحة، ده حلم أي بنت يا روبي بجد. ولكن لما بلغت عمرها ال25 تأكدت إنها مهما كانت ناجحة في حياتها الدراسية ومهنية ده مش مهم للناس طالما إنها مش مرتبطة، فهي بكده فاشلة. انتي بجد غبية يا روبي، يعني ايه يعني ما عندكيش حبيب؟ يعني مفيهاش حاجة. وتقول إنها حاولت ترتبط أو يكون عندها صديق حتى، بس فشلت. حتى بدأت تعيط وتقول أنا أتمنى أن يكون لي علاقة لي بزواج بدون الاضطرار إلى الوقوع في الحب، وفضل أن يكون طويل ووسيم وغني، وبغض النظر إن أحلامي دي أتمنى حد يتجوزني. وبنرجع من الفلاش باك ده وبنشوف روبي لما بقت بالعصور الوسطى وبتكون اسمها إيزابيلا، وأبوها عمل لها حفلة أخيرة في البيت قبل ما تمشي وتروح على بيت جوزها. بتلاحظ إيزابيلا بصات الناس ليها وتقول هما ليه بيبصوا لي كده؟ فتقول لها واحدة من الحاضرين لأنهم يشعرون بالغيرة منكي. وفي تاني يوم بيكون يوم الزواج، وبنشوف بقى بطلتنا وهي لابسة فستان اسود وتقول مش المفروض أنا هتجوز؟ أنا ليه لابسة اسود؟ كأني رايحة جنازة. وليه تعابير وجوه الناس دي كده؟ حتى الملك والملكة شكلهم مش سعيد خالص. وبعديها بتيجي الملكة وتلبس إيزابيلا التاج وتمشي بكل برود، وبيجي الفارس ألين ويقول لها أنا سأرافقك إلى زفافك. فيقول لها أبوها يلا روحي معايا هيحميكي ما تخافيش. فتروح معاه ويقول لها ألين ما تقلقيش هوصلك إلى المكان آمنة سالمة. فتقول له شكرا بجد. وبيقعدوا ينتظروا العربية توصل اللي هتاخد إيزابيلا وكده. وتقول إيزابيلا لألين أنت هتفضل واقف كده؟ الملك والملكة دول بيكونوا هما والدين إيزابيلا، والملكة بيكونش همها إلى المجوهرات اللي حصلت عليها من الأمير، وخايفة إنهم يلغوا الجوازة دي وياخدوا كل حاجة منها وكده. ولكن أخيرا بتوصل العربية وبتقول إيزابيلا هو جوزي بشري ولا شبح من شكل العربية وكده. أول ما تشوفه تقول كأنه ملاك، هل يعقل إن ده اللي هتجوزه؟ ويقول لها جلالتك أنا هنا للقائك بأمر من الضوء. ولكن إيزابيلا ما بتكونش مركزة أصلا معاه ولا في كلامه، لكن أول ما بتشوف أنيابه وعيونه الحمراء تقول ده شيطان ولا إيه؟ شكلي شبهت غلط بالأول مش ملاك، ده أنا خلاص مش عايزة أتجوز. باباها وأمها بيقولوا لها كلنا معتمدين عليكي أنتي ثروتنا وتخلينا أغنياء، وتقول لا مش عايزة أتجوز، ده شكله جواز أشباح ولا إيه؟ لأن كمان بتلاحظ إن هما جايبين لها تابوت فعلا. يا لهوي شكلهم أشباح ولا إيه؟ وبيغمى عليها من الصدمة وبتقع جوه التابوت. ويقول أبو عيون حمرا ده هكذا تكون انتهت المراسم سننطلق، وياخدها ويمشي. ويقول الملك والملكة أملاكنا ستكون بأمان سنصبح أغنى. وتقول الملكة ولكن حياة إيزابيلا هتكون بأمان؟ فيقول لها الملك ده بيعتمد بقى على حظها بقى. وبعديها بتفوق إيزابيلا وتنصدم إنها داخل تابوت ومعاها هيكل عظمي، وتقول هو أنا هتدفن حية ولا إيه؟ ولكن بتسمع صوت ألين وهو بيقول نحن على وشك الوصول إلى القصر الملكي للإمبراطورية الدم المقدس. بتقول إيزابيلا الحمد لله مش هيدفنوني وأنا حية، ممكن دي بتكون طريقتهم للزواج وكده. ولكن الخفافيش والتابوت وعشيرة الدماء هل يعقل إنني سأتزوج من مصاص دماء؟ وبيوصلوا أخيرا وبيجي الحارس ويطلعها من التابوت ويقول لها أعتذر على الطريقة اللي أنا استعملتها لأخدك إلى هنا. والحارس ده هو بيكون الشخص أبو عيون حمراء اللي هي اتصدمت من جماله في الأول. فتقول له تمام حصل خير، وبجد الإمبراطورية الدم المقدس حلوة قوي. فبيقول لها أيوة جميلة جدا، لأن عندنا إمبراطورية
إشراق الشمس بيكون أكثر إشراقا عن أي إمبراطورية أخرى، وهي أصلا بتكون مركزة عليها جدا الشمس يعني وكده. طبعا هي كل ده فاكرة أبو عيون حمرا هو ده جوزها، وتقول إيه الحلاوة دي والقمر ده. بعديها أبو عيون حمرا ده بيقول لها على فكرة أنا مش زوجك ينتظرك في الداخل. فبيجي ألين ويقول لها ما تقلقيش، هنا الجميع وسيمون جدا، كلما زاد رتبة أي شخص هنا زاد جماله، الأمير هيعجبك قوي بجد. وبعديها بتقول في نفسها طيب أنا يكفيني جمال الحارس ده، البت شكلها حبة الحارس بجد. وأخيرا بيدخلوا القصر الإمبراطورية، ويقول لها ألين أنت هتدخلي من الباب الأخير ده. فتقول له ليه مش ينفع يعني أدخل من الباب الأول يعني؟ فهو بيقول لها يمكن فقط لعشيرة الدم المقدس السير عبر الباب الأول، ويتم تحديد باقي الأبواب حسب الأوضاع. وبيكون ترتيب عشيرة الدم المقدس منقسم ل4 أنواع: عشيرة الدم الطبيعي، وعشيرة الدم الكلب، وعشيرة دم القط، وعشيرة البشر. وبعديها بتخاف إيزابيلا وتقول شكل أهلي خدعوني، هما مش قالوا لي هتجوز أمير؟ بعد كلامها ده بتدخل غرفة الضيوف حتى يتم استدعائها من قبل الضيوف، ولكن بتفضل قاعدة 8 ساعات ومش بيجي، وبتحس إنهم بيقلوا منها قوي. فيقول لها ألين لأن دائما البشر بتقلل من احترام عشيرة الدم المقدس، وعشان كده عشيرة مصاصين الدماء بتنظر للبشر هكذا. وبعدين بتظهر خادمة وتقول لها جلالتك أنا هنا لخدمتك، تم تعييني من الضوء والأمراء وقالوا لي أقولك إنهم تعبانين النهاردة ولا يريدون رؤيتك، أرجو أن تعودي إلى غرفتك. فتقول لها إيزابيلا تمام، بس إمتى هيقابلوني؟ فتقول لها الخادمة اللي بتطلع اسمها تارا مش عارفة الصراحة. وبعدين بتقول لها إيزابيلا أنتي قلتي الأمراء؟ فتقول لها أيوة، هنا يوجد 4 أمراء في الإمبراطورية الدم المقدس، لكن لكل منهم ضوابط منفصلة، في منهم مسؤول عن المملكة العسكرية والمالية والقانون والتعليم. وهذه الأشياء كلها أنتي ما كنتيش تعرفي عنها ولا إيه؟ فتقول لها إيزابيلا لا والله ما كنتش عارفة أي حاجة عن المواضيع دي والله، بس المهم من كل ده مين هو زوجي؟ فتقول لها تارا حسب معرفتي ال4 أزواجي. فالبت تنصدم وتقول أنا مش عايز أقول كلمة وحشة، أحمص. هل يعقل بأن لا يكفي أن أتزوج رجل واحد، لذلك جوزوني مجموعة؟ إيه الوحشية دي بجد؟ وبس كده بيكون كده خلص الفيديو بتاعنا هنا. ولو عايزين تكملة الحكاية وصلوا الفيديو ده ل 500 لايك عشان تعرفوا إيه اللي هيحصل مع إيزابيلا وال4 ملوك. وسلام.